مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ هلا وكل الهلا بيكم بفيديو اليوم. تعالوا اليوم نسوي الفطائر والمعجنات الأكثر طلبا. نروح نشغل الفرن ونعجن العجين ونستمتع بريحة خبز المعجنات الطيبة. راح نسوي اليوم الفطائر والمعجنات اللي أكثر شي دائما تطلبوها من عندي ودائما تجيني أسئلة عليها. فالعجينة مالتنا السحرية راح تكون خرافية، راح نعجنها بإيدينا، نسوي الحشوات الطيبة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتستفادون من عنده. بس قبل ما نبدي أتمنى تشتركون بالقناة إذا كنتم مشتركين، وإذا حبيتوا الفيديو ادعمونا بلايك من إيدكم الحلوة. نقول بسم الله ونبدي. أول خطوة نسويها نبدي نحضر العجينة مالتنا. عندي هنا في وعاء طفت نصف كوب من المي الدافي، راح أضيف عليه ظرف من الخميرة الفورية ما يعادل ملعقة طعام من الخميرة الفورية. راح أضيف عليه ملعقة صغيرة من السكر على مود تشغل عندي الخميرة، وراح نخلط كل المكونات مع بعضها وأتركها من دقيقة إلى دقيقتين على مود أتأكد أنه الخميرة مالتي شغالة وفعالة وما تخرب عندي العجينة. وهذا هو شكل خليط الخميرة بعد أن تركته شوية. شوفوا هاي الفقاعات اللي طلعت عندنا على السطح معناها الخميرة مالتنا شغالة وفعالة. هسه راح نبدي نحضر بقية المكونات مالت العجينة. راح نجيب وعاء كبير، راح نعجن اليوم بإيدينا. راح نضيف كيلو من الطحين الأبيض ويا ملعقة طعام ممسوحة من الملح. راح نخلط الملح ويا الطحين بهالشكل هذا، بعدين نسوي حفرة بالوسط. ضفت خليط الخميرة اللي حضرناه وراح أضيف أيضا 9 ملاعق طعام من الزيت النباتي ويا ملعقتين طعام كبار من اللبن الزبادي. راح نخلط المكونات السائلة مع بعضها بهالشكل هذا، وبعدين باستخدام ملعقة خشبية راح نبدي نخلط المكونات السائلة ويا الطحين بهالشكل هذا، ونخلي يمنا مي دافي نضيفه شوية شوية للمكونات إلى أن تصير عندنا العجينة طرية ومتماسكة. كمية المي الدافي ما نقدر نحددها، تعتمد على نوعية الطحين اللي دا نستخدمه. احنا نخلي يمنا كمية وبهالشكل هذا شوية شوية نضيفه للعجينة مالتنا ونستمر بالعجن إلى أن تتماسك عندنا العجينة وبنفس الوقت تكون طرية. وضروري أصدقائي تنتبهون لطريقة العجن. لاحظوا أني العجينة ما دا أمدها مد على الميز، وإنما دا أردها على نفسها، دا أعجنها بمكانها، ما يصير نمدها بهالشكل هذا على مود ما تصير وياكم قوية وتتفتح أواصر الطحين وياكم. بالتالي من تجون تقرصوها كل ما تفتحوها بالشبك ترجع تصغر، وأيضا من تشووها ما راح تنفش وياكم، راح تبقى قوية. فانتبهوا طريقة العجن، لأنه هذا هو يعني واحد من أهم أسباب نجاح العجينة وياكم، إنه تعجنون بطريقة صحيحة. وأكيد ممكن تستخدمون العجانة بتحضير العجينة. أنا حبيت اليوم أعجنها بإيدي على مود أشوفكم الطريقة الصحيحة. شوفوا هسه بسم الله ما شاء الله شلون العجينة صارت ويانا طرية، تلزق شوية، وهذا ضروري على مود تبقى ويانا الفطائر رطبة وهشة لأطول فترة ممكنة حتى لو جمدناها وخزناها، لكن مو زيادة عن اللزوم. يعني دا تلزق بهالطريقة هاي دا تشوفوها معقولة، تقدرون تتعاملون ويا العجينة بسهولة. إذا لزقت وياكم زيادة عن اللزوم رشة طحين بسيطة وعجنوها راح تستعدل وياكم. يعني هاي العجينة إن شاء الله مستحيل تخرب. طيب هسه راح نجيب الوعاء اللي نريد نخمر بيه العجينة مالتنا، نمسحها بشوية من الزيت النباتي، بعدين نخلي العجينة مالتنا وأيضا نمسحها بشوية من الزيت النباتي بهالشكل هذا، بعدين نغلفها ونتركها إلى أن يتضاعف حجمها. إذا المكان اللي تشتغلون بيه دافي راح تاخذ وياكم ساعة، إذا المكان اللي تشتغلون بيه بارد راح تاخذ وياكم تقريبا ساعة ونص. غلفتها أني وتركتها إلى أن تضاعف حجمها، وبسم الله ما شاء الله شوفوا شلون صارت ويانا العجينة. طبعا هاي العجينة ترهم لكل أنواع الفطائر والمعجنات وللبيتزا، وأيضا للفطائر اللي تكون محشية من الداخل. تطلع وياكم تجنن. أنا بالنسبة إلي ما أستغني عن هاي العجينة، دائما أستخدمها بمثل هيش نوع من الفطائر والمعجنات. فأنتم همين جربوها إذا بعدكم ما مجربيها، ومتأكدة إن شاء الله راح تعجبكم. هسه شنو؟ تعالوا نسوي عدة تطبيقات لهاي العجينة الطيبة مالتنا. وأول تطبيق أكيد يحبه قلبكم، اللحم بعجين العراقي. لتحضير حشوة اللحمة بعجين العراقي راح نجيب مقلاة واسعة ونخلي بيها كمية من الزيت النباتي، حبة بصل كبيرة معدلة ثرمتها ناعمة بهالشكل هذا، راح أرش عليها شوية من الملح وأبدي أحمس البصل إلى أن يذبل عندنا ويتغير لونه.
راح أضيف هسه نص كيلو من اللحم المفروم وأقلب اللحم ويا البصل إلى أن يتغير عندنا لون اللحم. وطول ما أني أقلب اللحم لازم بهالشكل هذا أفتته على مود ما يصير عندنا أي تكتلات، وتبقى عندنا الحشوة حلوة ومفلفلة. بعد أن وصل ويانا اللحم لهاي المرحلة راح أضيف عليه هسه ملعقة طعام من السبع بهارات مشكلة، ورشة من الفلفل الأسود. كمية الفلفل الأسود حسب رغبتكم. راح أقلب التوابل ويا اللحم بهالشكل هذا. بعدين على جهة وبنفس المقلاة راح أسوي مكان على مود أحمس بيه معجون الطماطة. عندي هنا ملعقة طعام عملاقة من معجون الطماطة، راح أحمسها بهالشكل هذا. ممكن إذا احتاجيتوا إنه تزيدون كمية المعجون شوية، فيعتمد على اللون اللي راح يطلع عندكم وحسب نوعية معجون الطماطة اللي تستخدموه. راح نحتاج أيضا إلى حبتين كبار من الطماطة، قطعتها ناعم بهالشكل هذا. ضفتها ويا ملعقتين طعام كبار من الكاتشب وملعقتين طعام من دبس الرمان. ممكن تقللون كمية دبس الرمان إذا كانت نوعية دبس الرمان اللي تستخدموها مركزة وحامضة بزيادة. هذا الشي ممكن تتحكمون به حسب المواد اللي تستخدموها. قلبت كل المكونات مع بعضها، آخر شي راح أضيفه هو الملح. وراح أقلبها أيضا بهالشكل هذا وأغطي المقلاة وأتركها على نار هادئة تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، إلى أن تذبل عندنا الطماطة وتنزل ميها والحشوة عندنا تتسبك وتصير ولا أروع. بسم الله ما شاء الله، هذا هو شكل الحشوة مالتنا بعد أن تركناها على نار هادئة. آخر شي أسويه أطفي النار وبعدين أضيف كمية من الفلفل الأخضر البارد. أنا هنا استخدمت حبة واحدة وسط. إذا بدها تستخدموها كبيرة ممكن تستخدمون نص حبة. إذا ما تحبون الفلفل ممكن تلغوه براحتكم، بس هو ينطي ريحة وطعم كلش طيب للحشوة مالتنا. صارت الحشوة مالتنا جاهزة والعجينة أيضا جاهزة. تعالوا هسه نبدي نشكل أقراص اللحمة بعجين العراقي مالتنا. على سطح نظيف مرشوش بالطحين راح ناخذ جزء من العجينة ونبدي نقرصها. ممكن بهالشكل هذا تقرصون قطعة قطعة، أو ممكن تفتحون العجينة كبيرة وتقطعوها بأي حافة دائرية متوفرة عندكم وتحصلون على قطع متساوية. كلها ترهم كلها تشتغل. بالنسبة للسمك مالت القطع لازم بهالشكل هذا، لا يكون كلش ثخين ولا تكون كلش خفيفة. إذا سويتوها كلش خفيفة راح تيبس أثناء الشوي قبل ما تبدي تنتفخ وياكم، وإذا سويتوها كلش ثخينة فهي أثناء الشوي راح تنتفخ أكثر، فتطلع وياكم قطع اللحم بعجين أشبه بالصمون. فضروري طبعًا إنه يكون السمك مالت القطع بهالشكل هذا اللي تشوفوه. وبالنسبة لقياس القطع فحسب رغبتكم، انتم شلون حابين يعني يكون قياس القطع وياكم، كبار صغار. أنا دائمًا أنصح إنه تكون القطع صغار بهالشكل هذا على مود اللي ياكلها ما يفضل من عندها. يعني إذا مقدميها للضيوف أو ماخذيها وياكم للدوام منطيها الطفل بالمدرسة، هذا القياس يعتبر مثالي. والكيلو ينطينا 25 قطعة بهذا القياس اللي شفتوه. إذا كبرتوا أكيد القرص راح يطلع وياكم العدد أقل، بس يعني حبيت أنطيكم العدد التقريبي إذا سويتوا الأقراص بهذا القياس اللي شفتوه. هسه بعد أن كملنا تشكيل العجينة خليتها في قالب الشوي، والقالب أما تخلون بيه ورق زبدة أو تمسحوه بشوية زيت براحتكم حسب المتوفر. بعدين خليت أقراص العجين بهالشكل هذا ووزعت الحشوة من نجي نرتبها باستخدام الملعقة بشكل هذا. نضغط ضغطة خفيفة، يعني لا تضغطون بحيث العجينة وياكم تنزل من الوسط ويبقى الحافات مالتكم مرتفعة مالت القرص اللحمة بعجين. نضغط عليها ضغطة خفيفة على مود العجينة ويانا تبقى كلها متساوية من نجي يعني نشويها. هسه القالب مالتنا صار جاهز إنه ندخله إلى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة 180 أو 200. إذا الفرن مالتكم حرارته عالية اشووا على 180، وإذا الحرارة مالته طبيعية اشووا على 200. راح نخلي القالب مالتنا بالرف الوسطي ونشغل أول شي الشواية السفلية. راح نترك القالب مالتنا ربع ساعة بعدين نبدي نشيك عليه. أول ما نشوف عندنا الحافات من الأسفل بدت بهالشكل هذا تاخذ لون ذهبي، نطفي الشواية السفلية ونفتح الشواية العلوية 5 دقايق بس. ما يحتاج نشوي هواية من الأعلى لأنه أصلا الحشوة مستوية، فما راح يحتاج إنه نشوي زيادة عن اللزوم. ممكن تستخدمون الفرن العادي أو ممكن تستخدمون هذا الفرن الحلو الفرن التندوري، شرحت لكم أني عنه سابقا وأكو فيديو كامل عن تجربتي وياه وشنو الأشياء اللي
اللي ممكن نسويها بهذا الفرن. فأي سؤال عندكم راح تلقوه موجود بالفيديو السابق، هو يشرح لكم كل شي ومين اشتريته وشون تقدرون تطلبوه. فمثل ما اتفقنا ممكن تشووه باستخدام الفرن التندوري أو الفرن العادي. حبيت أشوفكم الطريقتين، راح يطلع وياكم بالحالتين اللحم بعجين خطير. أهم خطوة تنتبهوا لها بس أثناء الشوي إنه ما تشوون زيادة عن اللزوم وما تشوون بدرجة حرارة عالية، لأنه هذا الشي يخلي عندكم اللحم بعجين أو الفطائر بصورة عامة تنشف. دائما احسبوا حساب إنه أنتوا راح تجمدوها، وبعدين من راح تجون تحموها أيضا راح تسلطون عليها حرارة، فهذا الشي راح يخلي عندكم الفطائر تنشف إذا أنتوا أصلا من البداية شاويها زيادة عن اللزوم. وبسم الله ما شاء الله هذا هو شكل اللحم بعجين مالتنا بعد أن كملت الشوي مالته. ضروري طبعا ورا ما تخلصون الشوي وتخلون القطع بصواني تغطوها بمنديل نظيف مال مطبخ على مود تبقى وياكم طرية وتجنن بهالشكل هذا. طبعا بسهولة تقدرون تفرزوها ومن تجون تحموها. بالنسبة إلي أني أدفي الفرن أحميه يعني وبعدين أطفيه وأخلي بيه قطع اللحم بعجين هي تفك على راحتها وتطلع ويانا طرية وفرش وكأنما هسه مسويها. جربوها ومتأكدة راح تعجبكم. تعالوا هسه نسوي تطبيقات أخرى لنفس العجينة مالتنا. راح نسوي الجبن الطيبة. عندي هنا شوية من جبنة الموزاريلا وشوية من المعدنوس أو البقدونس. رشيت رشة ملح بسيطة للجبن لأنه مثل ما تعرفون جبنة الموزاريلا ملحها قليل. راح أضيف أيضا شوية من حبة البركة وأخلط كل المكونات مع بعضها وتكون عندنا حشوة الجبن جاهزة. إذا حبيتوا أصدقائي تستبدلون جبنة الموزاريلا بجبن العرب فراح تطلع وياكم خطيرة وبعد أطيب. إذا حبيتوا يعني فالخيار ممكن. من الحشوات أيضا اللي راح نستخدمها هي حشوة الزعتر وزيت الزيتون. هذا الزعتر اللي يكون مخلوط بالسمسم ويكون يعني جاهز للأكل. استخدمت أني الزعتر الفلسطيني وراح أضيف عليه كمية معدلة من زيت الزيتون وأخلط الزعتر ويا زيت الزيتون ويكون ويانا جاهز. راح نشكل أول شي فطائر الجبن. راح نقرص العجينة ونثقبها باستخدام الشوكة ونسوي خليط عبارة عن حبة بيض وملعقة طعام من الحليب السائل. خلطتها مع بعضها وراح أمسح بيها سطوح القطع اللي راح نخلي عليها حشوة الجبن. بهالشكل هذا راح أوزع حشوة الجبن وبعدين أضغط عليها أيضا ضغطة خفيفة ويكون القالب مالتنا جاهز إنه ندخله للفرن ونشوي بنفس الطريقة اللي شوينا بيها اللحم بعجين. الفرن مالتنا بدرجة حرارة 180 أو 200 حسب حرارة فرنكم. القالب بالرف الوسطي. نشوي أول شي من الأسفل. أول ما نشوف الحافات بدأت تتشقر طفي الشواية السفلية ونفتح الشواية العلوية إلى أن ياخذ ويانا الجبن هذا اللون الحلو. لا تشوون الجبن من فوق زيادة عن اللزوم على مود ما ينشف وياكم وييبس. بس تشوفون اللون مالت الجبن بدأ يتغير أطلع القالب من الفرن. بنفس الطريقة أيضا وزعت حشوة الزعتر لكن أكيد بدون ما نمسح العجينة بخليط البيض. وبنفس الطريقة راح نشويها وتكون ويانا أطيب فطائر جاهزة. طبعا أكيد أصدقائي تقدرون تغيرون بالحشوات مثل ما يعجبكم. احنا هواية مسوين تطبيقات لهاي العجينة. نزلت اني اليوم هذا الفيديو ادري اني هواية نعطيتكم هاي العجينة من قبل ومسوين قبل تقريبا اكثر من سنتين اللحم بعجين بس حبيت اذكركم بيه وهواية تجيني عليه دائما طلبات واسئلة فحبيت كلها اخليكم اياها في فيديو واحد. نعجن العجينة بكمية كبيرة بايدينا وتشوفون طريقة العجن الصحيحة. انطيتكم هواية تفاصيل بهذا الفيديو على ما تطلع وياكم المعجنات حلوة ومثل اللي انتو تريدوها ومثل اللي نجيبها من المحلات إذا مو أطيب لأنه فرش وعلى إيدينا. إن شاء الله يكون الفيديو ما دوخكم استفادتوا من عنده لأن بالفيديو السابق كانت أول تجربة إلي بالفيديوهات الصامتة. سوينا سوية بديل الماجي مرق الدجاج الصحية فكان الفيديو بدون صوت وكلكم اعترضتوا. فاليوم شنو اقبلوا سويت لكم أني فيديو طويل بتفاصيل مملة وبالصوت بس إن شاء الله يعني أكيد النتيجة تكون عجبتكم وحبيتوا. أعرف كلكم تحبون هيش نوع من الفيديوهات اللي بيه معجنات وعجين وشوي توصلكم الريحة من خلاله. إن شاء الله يا رب يسهمكم العافية. أكيد أنتظر تطبيقاتكم الحلوة لهاي الوصفات وأكيد أي سؤال عندكم اكتبوا لي بالتعليقات راح أجاوب عليه وأني الممنونة. بهالشكل هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم. يا رب يكون عجبكم وخدمكم. أشكر دائما متابعتكم وتواجدكم بقناتي ونلتقي إن شاء الله الفيديو الجاي. كونوا على الموعد مع ألف ألف سلامة.